أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. نشرت الفنانة زازا تدوين عبر حسابها الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي تروي فيه معاناتها مع الفيروس الجديد، وقالت أنها تعرضت إلى وعكة صحية استوجبت إقامتها في المصحة منذ يوم رأس السنة، وذلك إثر تلقيها لعدوى بالمتحور الجديد من الجريب. حذرت زازا متابعيها وقالت: سامحوني مخر شوية، أما نقول لكم عامكم مبروك. الغالب من نهار رأس العام وأنا في الكلينيك جراير هالجريب جديد. قتل طبيبة اسمه ثلاثي الأبعاد، أول مرة نسمع بيه، أما يركز على الرواري والوذنين والجراجم. ألا لا يوريكم اللي ريتو ويحميكم، ردوا بالكم من العدوى وربي يستركم. وأضافت الفنانة زازا: ما هيش كورونا، التحاليل كل عملناها، المرض هذا يركز على الرواري، واللي مرض وما شافش رواريه يلزم يمشي خاطر يخلي ديتاش ويلزمهم يبراو. سامحوني برشا ميساجات وبرشا تليفونات ما نجمش نجاوب عليهم، ان شاء الله نكمل دوايا ونرجع لكم في اكثر فورمه ونجاوب الناس الكل. الله لا يمرضكم مره اخرى وعامكم مبروك.